صباح الخير عليكم. الحاجات اللي هي بتقلق الناس جدا. تقييم العملة، ازاي انا اقيم عملتي؟ طبعا كله بيسأل وانا برضو معاكم، يعني احنا بنحاول نبحث مع بعضينا ازاي نبعت العملة بتاعتنا تتقيم ونقيمها فين، شركات تقييم العملات وتمنها كام. أسئلة كتيرة بتخطر على بالنا كلنا الحقيقة، فأنا قلت أعمل بحث كده مع بعضينا. نحاول ندور سوا، يعني أنا بدور معاكم. فلقيت عدد من المواقع. طبعا عندنا موقعين مهمين جدا، هما الموقعين دول لتقييم العملات، معروفين يعني. وبرضو في التقييم عن طريق شركات وطنية أو شركات داخلية. عندنا زي بعض حاجات أنا فتحتها، زي مرسال كده. المرسال موقع تقييم العملات، المرسال ندوس عليه مع بعضينا كده نشوفه. هو بيفتح معايا المرسال اهو، فتح معايا المرسال ده. برضو لو احنا فتحناه هنستفيد منه. ده موقع، ولقيت الموقع ده بيتكلم عن عدد من التطبيقات، يعني تحمل التطبيقات دي. ده موقع تقييم العملات اسمه المرسال، ولقيت عدد من التطبيقات موجودة عنده. ايوه، بيتكلم عن اشهر المواقع التقييم وبيع العملة زي ما احنا شايفين كده. طبعا مش هنقرا كل ده، بس انت تقراه برضو. احنا بس ناخد الحاجات اللي هي فيها فايدة لكم. بيتكلم عن تطبيقات. تطبيق زي ده كده اهو، BCGS كوين. ده تطبيق خاص بشركة من الشركات او موقع من المواقع. تطبيق يعني انت بتحمله. في تطبيق تاني اهو NGC. في تطبيق تاني اهو خاص بجمع العملات وازاي تعمل مجموعة ليك انت وتتبعها. برضو في مجموعة تانية عرض وتنظيم القطع. احنا بس عايزين التقييم ده المهم. انا ماشي معاكم لغاية التقييم. خدمة تقييم العملات، ايوه، خدمة تقييم العملات المعدنية الأكثر شيوعا عبر الإنترنت. هو بيقول لي هنا في من التطبيق ده اللي انت هتحمله، في بيقدم عدد من الخدمات، منها التقييم الشامل ذو الأولوية. ده $199 أمريكي. التقييم الشامل على القطعة ذو الأولوية $199، وهو بيقدم تقييم مكتوب. وفي تقييم اسمه التقييم المعياري، هو 6 تقييمات. أنا برضو قلت أطلعهم من قريتهم من شوية، فقلت برضو تاخدوا فكرة زي ما أنا قريت كده، تقروا معايا. يبقى انت لو معاك قطعة بتبقى عارف انت القطعة هتتكلف قد ايه لو انت بعتها. وطريقة البعتان هنقولك عليها برضو، بس النهاردة بنتكلم مع التطبيقات اللي ممكن تحملها وبيبقى فيها ازاي تبعت القطعة او ازاي. هنقولك برضو في فيديو بعد ده، بعدين هنقولك ازاي تتعامل مع الموقع وازاي تبعت القطعة بتاعتك. لكن اللي يهمنا دلوقتي ان احنا نعرف ان في تقييم وايه التقييمات واسعارها، لو انا معايا قطعة تتكلف قد ايه والكلام ده. فبقول هنا التقييم اسمه التقييم الشامل او ذو الاولوية. وفي التقييم المعياري، ده الاولاني $199، التاني $143. $149. التالت $129. تقييم شامل $129. الرابع $90. وفي تقييمات مجانية. وفي التقييم المجاني للعملات او زي الشحن للشحنات، يعني ازاي تشحن بطريقة مجانية للموقع. كل ده هنقوله. بس احنا عرفنا مبدئيا ان علشان انا ابعت قطعة ممكن تبقى 199 لو تقييم شامل، ممكن تبقى 149 حسب الطلب اللي انت عايزه. بتقرا كل حاجة هنا، او 129
او 99. ماشي. اذا كان عايز تقييم شفوي كده بحوالي $20. فانا قلت اقدم لكم المكان ده. انا فتحته النهارده، طبعا أنا كنت فتحته قبل كده وقريت الكلام ده، بس قلت النهارده اعمل لكم منه فيديو، لان الكل بيسال ازاي اقيم عملتي وقيمها فين وتتكلف كام والدنيا دي. فانا قلت نقدم ده خدمه للناس. خش على موقع مرسال في الاول على جوجل، هتقول شركات تقييم العملات، وبعدين تفتح تدوس على مرسال. مرسال بيقولك فيه عدد من التطبيقات، اقرا تطبيق اللي يناسب معاك حمله. اهم تطبيق هو تطبيق تقييم العملات، حمله، لان احنا هنفتحه بعد كده نشوف ازاي نتعامل معاهم ونبعت العملات بتاعتنا وتروح في قد ايه وتيجي في قد ايه. انا قلت برضو نقدم الخدمة دي، وعرفنا ان في عدد من التطبيقات والفلوس اللي ممكن تدفعها على القطعة. ماشي كده، على الاقل احنا استفدنا شويه صغيرين. المره الجايه نكمل ان شاء الله، بقول لكم ازاي تبعتوا القطع وازاي تسلموها وازاي ترجعوا تستلموها وتتكلم وتقعد قد ايه مده هناك. كل ده نتكلم عنه ان شاء الله في فيديو جاي. السلام عليكم ورحمه الله.